وبياخد 2 سياح من الفندق عنده في رحلة صغيرة. وفي الوقت ده تاد وسيرينا بيوصلوا وبيطلعوا بالموتوسيكل لمنطقة خطرة، وهناك تاد بيبدأ يصور سيرينا، وبعد كام صورة بنلاقيه بيطلع خاتم وبيطلب إيدها. يا سلام على الرومانسية، بس في الحقيقة هو كان بيعمل كده عشان المحتوى واللايكات مش أكتر. وفي نفس اللحظة بنت جيك بتكون واقفة بتعلق الزينة مع جدتها، وبيكون في راجل عجوز طيب واقف وبيعمل حركة سحرية محدش فهمها. وفجأة جت نوة وعاصفة قامت وهم لسه على الجبل، ومن هنا كل حاجة اتشقلبت، والريح طيرت سيرينا من فوق الجبل، وتعد بيشدها من الخاتم وما بيلحقش ينقذها، وسيرينا فضلت تتدحرج لحد ما خبطت في شجرة وفقدت الوعي. وبنشوف جيك وهو في طريقه بيلاقي حاجة مرمية في التلج، فراح لها واكتشف إنها بنت مغمى عليها، فشالها وجري بيها على المستشفى، وهناك بنعرف إنها فقدت الذاكرة ومش فاكرة أي حاجة ولا حتى اسمها، ومفيش معاها أي بطاقة. والضابط قال لها إحنا في أجازات الكريسماس ومن الصعب نلاقي أهلك دلوقتي، فخليكي هنا لحد ما العيد يخلص. وبنلاقي جيك بشهامته بيعرض عليها إنها تقعد في الفندق عنده بدل قعدة المستشفى، والدكتورة بتقنعها إنها تروح معاه، وبتقول لها إن التعامل مع الناس والروتين هيخلي ذاكرتها ترجع أسرع. المهم البنت وافقت، وجيك معرفش إنها سيرينا اللي خبط فيها قبل كده، عشان النضارة والبورنيطة كانوا مداريين وشها. فبتروح مع جيك وبيديها لبس مستعمل تلبسه، والأول مرة نشوف سيرينا بنت العز لابسة لبس رخيص وبالة. أما تعد فبيكون لسه تايه في الغابة لحد ما بيلاقي كوخ صغير، فبيدخله بيلاقي راجل غريب